منظومه. المنظومه دي واضحه جدا، بتقول ايه؟ بتقول ان كل موظف هيتحط عنه تقرير شهري وتقرير نص سنوي بيتحط في مايو وتقرير بيتحط في نوفمبر. ففي تقريرين رئيسيين هيتصعدوا عن كل موظف، تقرير في مايو وتقرير في نوفمبر. ومقابل ده ديبندد مبني على على التقريرين دول هيبقى في تقرير نهائي. التقرير ده لو كانت درجتك فيه اقل من كفء انت مش هتاخدي ترقيه. يعني الترقيات الدوريه كفء يعني جيد تقريبا اللي هي كفء دي يعني من 80% ل 90%. ده امتياز. لا، امتياز من 90% ل 100%. فكفء من 80% ل 90%. لازم اي حد عنده ترقيه يبقى واخد تمام. في اخر تقريرين سنويين درجه كفء. تحديد الدرجات واعطائها بالنسبه للعامل او الموظف. لان برضو دي جزئيه يقول لك دي هتعتمد على الاهواء الشخصيه، على علاقتي، المدير بتاعي دم تقيل عليه فمش هيرقيني. ليه؟ لان النهارده المدير بقى مطلوب منه عشان يحط التقرير، عشان اجي اديكي مثلا اقل من كفء، عشان اجي اديكي فوق متوسط او ضعيف او كذا، لازم اكتب اسباب. يعني لازم هو بيحط تقرير شهري. تمام. لازم ما ينفعش يجي كل تقرير شهري مديكي فيه كفء ويجي في التقرير النص سنوي يقول لا والله دي ضعيفه. لا، لازم يقول هذا العامل بيتاخر، هذا العامل مهمل، هذا العامل اخطا. واذا كان في جزء لازم الجزء ده يبقى مذكور، لازم يبقى فيه تحقيق. فالنهارده انا عندي كل عامل ليه ملف، هيتحط في الملف ده تقارير شهريه. الراجل ده كويس هيتحط فيه تقرير كويس، الراجل ده مش كويس هيتحط فيه تقرير مش كويس. وانت بقيتي النهارده لازم تعلني كل من صدور التقرير ب 15 يوم تاخدي اعلان ان انت تحط فيكي تقرير كفء او غير كفء. وبقى من حقك تتظلمي من هذا التقرير. تمام. عشان انا بعد كده هيتبني ايه؟ لو انا خدت تقرير ضعيف ده اللي هو اقل من 50%. لو خدت لمده سنتين ورا بعض تقرير ضعيف، السنه الثالثه